السلام عليكم. هناك من حاول ولا يزال التشكيك في حقيقة المساعدة التي قدمها المغرب للثورة الجزائرية، وكأن التاريخ يمكن أن يمحى بمجرد رواية أو ادعاء كاذب. لكن السؤال الحقيقي ليس هل فعلا كان المغرب مساندا رسميا للجزائر، بل لماذا بقيت هذه المساعدة موضع تشكيك رغم وجود شهادات ووثائق ووقائع تاريخية تتحدث عن الدعم المغربي للقضية الجزائرية؟ والملك محمد الخامس لا ننسوا ابدا، ما فيش جزائري لا ينسى، يعني يدور بيض علينا. لعب المغرب دورا حاسما في دعم الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، وقدم مساعدات مادية وعسكرية للجزائر في فترة كفاحها المسلح، حيث كانت الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي منذ 1830، واندلاع ثورة التحرير الجزائرية كانت في 1 نوفمبر 1954، واستقلال المغرب في 2 مارس 1956. بعد استقلال المغرب أصبح قاعدة خلفية أساسية لدعم الثورة الجزائرية. كان المغرب من أوائل الدول التي اعترفت بجبهة التحرير الوطني الجزائري الأفلان كممثل شرعي للشعب الجزائري، والمغرب سهل وصول الأسلحة عبر حدوده الشرقية. في أبريل 1956 لقاء قادة الثورة الجزائرية، حيث التقى محمد الخامس بأحمد بن بلة وقاد من جبهة التحرير، وأكد لهم إمكانية استعمال الأراضي والحدود المغربية لمرور الأسلحة والرجال. يعني صراحة أنا في الوقت كنت نهرب السلاح من إسبانيا من خلال المغرب باش يوصل للجزائر أثناء الثورة. في 15 شتنبر 1956 خطاب مدينة وجدة المغربية، حيث أعلن الملك محمد الخامس موقفا واضحا من القضية الجزائرية، ودعا إلى حل عادل يحقق تطلعات الشعب الجزائري في وقت كانت فرنسا تعتبر الجزائر جزءا من أراضيها. في أكتوبر 1956 اختطاف قادة الأفلان، حيث كانت طائرة تقل أحمد بن بلة وعددا من قادة الثورة الجزائرية متجهة إلى تونس للمشاركة في مساع لحل القضية الجزائرية. فرنسا اعترضتها واعتقلت القادة، وكانوا في طريقهم إلى مؤتمر كان لمحمد الخامس دور في الدعوة إليه. من 1956 إلى غاية 1962 كان المغرب قاعدة وخلفية للثورة الجزائرية، حيث استقر جزء مهم من قيادة جيش التحرير الجزائري في شرق المغرب، خصوصا مدينة وجدة المغربية، كما استخدمت الأراضي المغربية لإيواء اللاجئين وتسهيل حركة السلاح والمقاتلين. وداود، انت في الكتاب هذا تقول كلمه، تقول لابد الاعتراف بالمساعدات اللي وجدتوها من الشعب المغربي ومن ملك المغرب والملك محمد الخامس وولي العهد حسن الثاني. قلت بانه كانت مساعدات كبيره للثوره الجزائريه. هل يمكن تكلمنا باختصار عن هذه الاشكال تاع المساعده تاع الشعب المغربي؟ يعني ولا السلاح كيجي لحنا من الخارج. أبريل 1958 مؤتمر طنجة، شارك حزب الاستقلال المغربي إلى جانب جبهة التحرير الجزائرية والحزب الدستوري التونسي في مؤتمر طنجة الذي أعلن تأييده الصريح لاستقلال الجزائر، وإليك أسماء قادة الجزائريين الذين أقاموا ونسقوا عملياتهم من الأراضي المغربية. هو كل من أحمد بن بلة، محمد بوضياف، كريم بالقاسم، عبد الحفيظ بوصوف، هواري بومتين، وحسين أيت حمد.
ولقد ألقى الملك الراحل محمد الخامس خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 10 ديسمبر 1957، وتناول فيه القضية الجزائرية، وعبر عن تأثر المغرب بما يجري في الجزائر باعتبارها جارة شقيقة، ودعا إلى فتح مفاوضات بين الأطراف المعنية لإنهاء النزاع، وأكد أن الحل هو حق الشعوب في تقرير مصيرها، ودعا إلى إنهاء القتال ووقف إراقة الدماء من خلال التفاهم والحوار. ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة. من الناحية التاريخية يمكن القول أن محمد الخامس والمغرب كان من الداعمين للثورة الجزائرية، ووفر لها دعما سياسيا وماديا وبشريا، وما زال مقام الشهيد في الجزائر العاصمة يحمل أسماء شهداء جزائريين إلى جانب شهداء مغاربة ساندوا إخوانهم الجزائريين في ثورتهم وتحرير بلادهم. حقا طعنة الدهر تأتي دائما من الشخص القريب.